مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. كل سنه وكل العاملين بالسياحه وكل السائحين كمان بخير بمناسبه اليوم العالمي للسياحه. يمكن عدى عليه وقت بس احنا وقتها ما زعناش حلقات، لكن طبعا في احتفالات حصلت على مستوى العالم في حكايه 27 سبتمبر او يوم 27 سبتمبر، من ضمنها مرسى علم. مرسى علم صادف في الوقت ده كان في افتتاح 2 اوتيل مش واحد، يعني احنا بنتكلم على القدره الاستيعابيه وانه لازم مصر تتحول انها تستوعب اكتر من 30 مليون سائح على 2030، لكن ده بيحصل فعلا يمكن بخطى ثابته بخطى هاديه علشان الاحداث والمجريات اللي بتحصل في العالم. لكن فعلا في 2 اوتيل بيتفتحوا في مرسى علم، وخاصه مرسى علم زي ما بيقولوا لسه بكر، عليها طلب كبير جدا جدا. الناس اللي غاويه غردقه ابتدت تشوف الاماكن اللي ابعد وتروح مرسى علم وتتفسح فيها رغم انه المسافه طويله، لكن فكره المطارات وقدرات الاستيعابيه المطارات ابتدت تستوعب، المطارات الجديده كمان مشجعه جدا. اتعمل بقى احتفاليه يعني رائعه، ابتدت من اواخر الشهر اللي فات شهر سبتمبر، واستمرت تقريبا 7-8 ايام عن طريق الفنانين التشكيليين. وانا دايما اقول الفنانين التشكيليين في العالم كله لازم يتم استغلالهم بشكل مظبوط، لانه ممكن جدا يخدمونا في مجال السياحه. احنا بندور على فنانين تشكيليين في البنى وفي المعمار وفي الديكورات وفي الرسومات اللي بتبقى موجوده في الاوتيلات، وان ازاي ممكن من خلال الفنون التشكيليه يبقى عندنا هويه خاصه بينا. اكتر من 40 فنان جم من اكتر من 22 دوله، فنانين تشكيليين بكل اشكالهم وانواعهم، اللي تصوير واللي نحت واللي مجسمات وغيره. عملوا ورش عمل لمده زي ما قلت 7 ايام في مرسى علم او 8 ايام، ورش عمل فنيه كانت رائعه جدا ناجحه جدا. وفي الاخر كان في الاحتفاليه بتاعت يوم 27 سبتمبر او يوم السياحه العالمي، وفي النهايه كمان عملوا توزيع جوائز على مسابقه الفنون التشكيليه في الوقت ده. كان احتفال جميل جدا، مش بس كان فيه رسومات وفن تشكيلي، كمان في موسيقى اتعمل بآلات عربية مختلفة وآلات مختلفة على مستوى العالم، اتعزف مقطوعات رائعة أو موسيقى كانت جميلة جدا. الناس احتفلت بشكل مختلف في وسط الفنانين التشكيليين، ويمكن خدوا سواء السياحة اللي كانت موجودة هناك بالنسبه لهم طبعا ده كانت فرصه كويسه جدا. الموضوع مش بس شواطئ وبحر ولاندسكيب تحت المايه، لا كمان في فن تشكيلي بيعبر كل واحد عن دولته من خلال فنه. تعالوا نشوف حلقه موفقه جدا جدا في مرسى علم والاحتفالات اللي تمت بمناسبه يوم السياحه العالمي. من ضمن الشخصيات اللي كانت مهتمه بالحدث ده وبالفعاليات دي، وكان واحد مشارك بشكل كبير جدا هو بيقود المسيره في الاحتفالات دي، الاستاذ ايهاب شكري، وهو عضو جمعيه الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر، خبير سياحي، وهو اللي استضاف الفنانين في الفندق بتاعه، وعضو مجلس اداره غرفه شركات السياحه السابق، وعضو لجنه تسيير اعمال غرفه شركات السياحه بالبحر الاحمر سابقا، ورئيس مجلس اداره احدى الشركات السياحيه. اتكلم في موضوعات كتير جدا، اتكلم عن دور الدوله، اتكلم عن رئاسه الوزراء، وشكر رئيس الوزراء على المجهودات اللي حصلت سواء بقى على مستوى السياحه بشكل عام او على مستوى كمان الاحتفاليه اللي حصلت في مرسى علم. اتكلم عن مرسى علم وجمال مرسى علم. انا مش هطول عليكم، هسيب الاستاذ ايهاب شكري هو يعرفكم اكتر على الحدث وعلى كمان اللي حصل من تطورات في السياحه.
مرسى علم هي بداية طبعا بلد جميلة وديستنيشن مبشر وواعد. والنهارده احنا لينا دور تجاه بلدنا. الدور ايه؟ احنا بنحاول نخلق اماكن جديده للسائح. الطبيعي ان معظم السياح بيحتاجوا كل مره حاجه جديده يشوفوها في بلدنا. وعندنا اماكن كتيره حلوه بنحاول نظهرها. مرسى علم من المدن اللي احنا بنسميها هي مدينه فيرجن. فيرجن يعني ما تدخلش فيها الحاجه الارتفيشال او الحاجه الصناعيه، هي صغيره المبنيه. في توجه برضو من الدوله النهارده باستهداف 30 مليون سائح. واحنا عندنا يعني شرم الشيخ او الغردقه او دهب او طابه او الاقصر او اسوان ما تستوعبش عدد غرف تاني، نظرا ان برضو الاراضي الموجوده او فرصه الاستثمار اللي هناك بقت قليله شويه. يعني لو بصينا على ساحل البحر الاحمر هو تقريبا يعدي 1075 كيلو متر، منهم حوالي 400 كيلو ساحل من الغردقه لمرسى علم، في اماكن جميله كلها مقومات سياحيه عاليه. فهي مدينه مرسى علم مدينه صاعده واعده، هي فيها كل المقومات السياحيه اللي تخلينا النهارده نجذب عدد كبير من السياحه الاجنبيه. يعني فيها مثلا الدايفنج من احسن الاماكن اللي ممكن يتعمل فيها دايفنج على مستوى العالم. رحلات السفاري زي ما بقول برضو فيها الحته سينز او المظاهر بتاعه البدائيه، لان احنا ماشيين كلنا شايفين صحراء. فالنهارده الاجنبي او الثقافه الاجنبيه هم لما بيحبوا يغيروا جو او بيحبوا ان هم يرتاحوا شويه بيجوا في مدن فيرجن زي دي. ما بقتش ارتفيشال، ما فيهاش مباني كتير، ما فيهاش تكدس، ما فيهاش زحمه، ما فيهاش عربيات، ما فيهاش عوادم. فهي بيئه خصبه للسياحه، تعرف تشم شويه اكسجين كويسين او تعرف تشم شويه هواء كويسين. السائح عايز ايه اكتر من كده؟ النهارده يبقى عندك الاقصر، اسوان، من حيث المقومات الاثريه مش موجوده في حته. عندك البحر الاحمر هنا في مرسى علم من اجمل المناطق اللي ممكن تغطس فيها. وبرضه بالنسبه لنا احنا كفرصه استثماريه هي اتجاه جميل او اتجاه مناسب لينا كلنا ان احنا نستثمر فيها ونحاول نساعد الدوله في تنفيذ الخطه اللي هي حطاها لاستجلاب 30 مليون سائح. ودولت مش هيجوا غير لما نبدا نبني غرف. ساعتها يبقى احنا قدرنا نساعد دولتنا وقدرنا نقول احنا نقدر نحقق 30 مليون. لكن النهارده احنا ما نقدرش نحقق 30 مليون. تحققوا امتى؟ لما يكون عندك طاقه استيعابيه للزباين او للكلاينت اللي هيجي من بره. ما عندكش غرف هتجيبهم ازاي؟ فدور كل مستثمر النهارده ان هو يمشي مع خطه الدوله. خطتها في ايه؟ انا عايز اجيب 30 مليون، يبقى النهارده كل واحد يجتهد ازاي نحقق 30 مليون. كله عنده هوم ورك او عنده واجب. يعني ايه عنده واجب؟ يعني كله لازم يتكاتف. مؤسسه الدوله ماشيه في نفس اتجاه ال 30 مليون، خدماتها بوزاراتها بكهربتها بميتها بطرقها. واحنا عندنا دور كمستثمرين. دورنا ايه؟ نستثمر وندي عشان نعرف نسكن ال 30 مليون دولت في خلال السنه المستهدفه اللي هي اعتقد 2028. الدور الفني التنشيط السياحي هو دور مهم جدا، بس لابد من خطه تتحط. الخطه دي برضو تواكب او تكون على المستوى اللي نقدر بيه نحقق 30 مليون. هي برضو احنا ما نقدرش نظلم اي جهه. هي ليها دور احنا حاسينه مدركينه، بس على قد الامكانيات. بس هذه الامكانيات لا ترتقي لمستوى ال 30 مليون. فاحنا بنطالب برضو ان نحاول نلمس دور هيئه تنشيط السياحه، ويكون في تطوير في المنهج اللي يقدر يخلينا النهارده ننافس منافسه قويه وشرسه وعنيفه وكل الناس شايفاها
دول عربيه شقيقه بتنافس النهارده وبتنافس باستثمار عالي. احنا بننافس في حدود امكانياتنا وعارفين ان امكانياتنا كده، بس نشتغل عليها. والافكار التسويقيه هي مش محتاجه فلوس كتير، هي تحتاج لفكر ثاقب، شايف الهدف بتاعه ايه، ومجهود اكتر. زي ما كنا بنتكلم وبنقول، التسويق هو فكرة ومجهود أكتر من الفلوس. أنا كراجل مستثمر النهاردة بحاول أخلق الحدث اللي أقدر أسوق بيه وأعمل مادة تسويقية أو إعلانية تنجح المنتج أو البروجكت اللي أنا عملته. ففكرنا مع الفنان المحترم محمد حميدة ان احنا ازاي نخلق حدث. حدث بيخلق، ما بيجيلكش، انت بتدور عليه. وكانت الفكره ان احنا نعمل دعوه لكل الفنانين المشهورين في الرسم، يجوا يعملوا فيديوهات، يجوا يعملوا لوحات، وكلهم قامات كبيره في دولهم، وفي بنفس المغزى بتاع السياحه. ازاي نوظف ده لخدمه السياحه، لخدمه الكيان السياحي، مش لخدمه افتتاح الفندق اللي انا بفتتحه بكره. تزامنا مع يوم السياحه العالمي كان لازم اقدم حاجه. قدمت الفندق واستثمرت في الفندق من 8 شهور، و هو مش 8 شهور، هو الفندق ده كان يعني تقريبا حجم الاعمال الانشائيه فيه زادت عن 5 سنين عشان نطلع بمنتج محترم يبقى واجهه برضو للقطاع السياحي في مصر، نقدر ننافس بيه بره وجوه، ويرتقي برضو لمتطلبات السائحين. خلقنا الحدث. ازاي نخلق حدث تزامنا مع يوم السياحه العالمي، تدعيما لليوم ده وتدعيما لافتتاح البروجكت بتاعي اللي ان شاء الله هيبقى بكره. الفنانين اللي احنا جبناهم هم ليهم فولورز كتير قوي، ليهم معجبين كتير قوي. كان اختيارهم من قبل الفنان محمد حميدة اختيار موفق. ناس ليها اساميها، دكاتره في جامعات، ناس ليها اعمال كتيره ومعروفه في الدول العربيه ودول شرق اوروبا والدول غرب اوروبا. كان كوكتيل جميل قوي من السعوديه، هم تقريبا يعدوا ال 50 فنان
من 22 دوله. الكوكتيل بقى جايب لك العالم كله، دول عربيه، دول اوروبيه، من كل دول العالم. 22 دوله، كوسوفو مشاركه، مقدونيا مشاركه، السعوديه مشاركه، الاردن مشاركه، تركيا مشاركه، روسيا مشاركه، اوكرانيا مشاركه. فانت النهارده بتعمل مشاركه جميله من كل دول العالم في مفهوم فن مع السياحه. ودي كانت يمكن اقل حاجه نقدر نقدمها ليوم السياحه العالمي. بالنسبه للتجهيزات والتحضيرات الاحتفاليه بتاعت بكره، برضه هي لازم تكون تليق بمستوى الحدث اللي احنا بنحتفل بيه يوم السياحه العالمي، وعندنا ايفنت وعندنا ضيوف من بره وفنانين. فمطلوب مننا الناس دي بعد ما ترجع تتكلم عن مصر كويس. ده دور السياحه في كل دول العالم. انت النهارده مثلا اي فرد مننا من اهميه السياحه بيسافر باسرته وبيرجع، هو بيتمنى يبقى في ذكرى، فبيتكلم على كل الاحداث اللي حصلت له في خلال الاجازه بتاعته، سواء بقى مع زوجته، مع اولاده. اكيد بيبقى في احداث معينه لا تنسى في خلال الاجازه بتاعتهم. ده الهدف من السياحه. وفي سياحه اخرى مع تطوير القطاع السياحي ظهرت، هي موجوده يعني على طول، بس بقت عامل اساسي في القطاع السياحي، وهي سياحه المؤتمرات، سياحه الايفنتات. ده مهم جدا، لان احنا بنقيم كدوله النهارده من الخدمه بتاعتنا. هل مصر السياحه فيها بتقدم الخدمه المنافسه الافضل بالنسبه للدول الثانيه المنافسه ولا لا؟ فمطلوب مننا تدريب مكثف لكل العاملين في القطاع السياحي، وازاي يظهروا بطريقه احترافيه مهنيه قدام كل الضيوف الاجانب اللي موجودين واجهتنا. القطاع السياحي هو اهم واجهه للدوله. ليه؟ لان هو بيجي يقيم سلوكك، بيقيم سلوك بقى مستثمر، سلوك مدير، سلوك موظف اللي بيقدم له المشروب بتاعه او درينك او الاكل او غيره. مهم جدا. السائح اذكى حد ممكن تتخيله، لان هو بيبقى حاسس بكل حاجه اللي بتقدم له. الخدمه دي بتقدمها له وانت حابب ولا زهقان. فلازم التدريب ده يكون موجود عندنا بصفه مستمره. من الحاجات الجميله اللي لا انساها، احنا قريب كان عندنا ايفنت كبير جدا على مستوى عالمي. الايفنت ده خاص باحدى الشركات السياحيه بتاعتي، اسمه جيت توجذر. بيتعمل كل سنه في دوله. كان السنه دي في شهر مايو، 26 مايو بالظبط. كان في تقريبا فوق 60 دوله من قاده القطاعات السياحيه على مستوى العالم مصدرين للسياحه. فبنتكلم على احنا اقنعنا الناس ان يبقى الايفنت ده السنه دي 2023 في مصر، ولقينا ترحيب من المقترح بتاعنا ان هو يكون الناس كلها بتحب مصر، العالم كله بيحب مصر. انجازنا في ان احنا نقنع الناس دي او موافقتهم ان هم يجوا خدم القطاع السياحي جدا. دي الناس اللي هي
بلاي ميكر زي ما بنسميهم لقطاع السياحه. من ضمن الجمل اللي عجبتني جدا جدا، وده مش عشان انا مصري انا بقول الكلام ده، بس دي حقيقه واقعه. كان كان ليهم لقاءات في التلفزيون وانترفيو واتعمل في كذا قناه مع الصحفيين، ان هم كانوا بيقولوا احنا لقينا خدمه في مصر من افضل الوجهات السياحيه اللي موجوده على مستوى العالم، تزامنا مع ايه بقى؟ بان اوروبا، احنا بنسافر كتير اوروبا، بدانا نشوف فيها الخدمه يعني الخدمه بتبقى اسوأ. ما كانتش كده. اسوأ ازاي؟ الشنطه النهارده بتاخر في المطار. شوف تقييم السائح بيبدا يقيم منين؟ نظرا لقله العماله الموجوده، او ان ما كانش فيه تدريب في فتره الكورونا 3 4 سنين اللي فاتوا، وليها سبب، مش حاجه من غير سبب. ولاحظنا ده في الفنادق عندهم، لاحظنا ده في اي تعامل او احتكاك يخص اي سائح. كان بالنسبه لي شهاده جميله جدا ما سمعتهاش من سنين، بس انا احب اطمن الشعب المصري واطمن قيادات الدوله. المصريين يقدروا ينجحوا لما بيعوزوا يقدموا خدمه تنافس اي دوله. وانا راجل من قطاع السياحه وادعي ان انا اقدر اقيم ده، نظرا انا بسافر كتير وبحتك كتير بخدمات او بغيره. احنا فعلا دوله فيها كل مقومات النجاح. Called me up late last night, 3:15. She's waiting on the bright moonlight, she's waiting for me. I don't understand it, she already knows I'm on my way. She starts calling, I come crawling, what's on to her and say? What you doing to me? You know what you're doing to me. You know what you're doing to me. You know what you're doing to me. اكيد الفنان هنا في بودو هو بيعيش حاله، الحاله دي هي اعجاب بمصر. اعجابه بمصر ده بيخلي مخه يدي اوردر لكل جوارحه، ارفع الفرشه، ارسم. فهو معظم الفنانين اللي موجودين رسموا لوحات تعبر عن مصر، لانه تم احتوائه بكل حاجه حلوه في مصر، بالبحر، بالجو، بالشعب الفريندلي، المصريين. المصري عشان موجود، يعني احنا لو بنتكلم على الاجانب كلهم عبروا داخلهم عشان انبسطوا في مصر وشافوا الحاجات اللي هم بيتمنوا يشوفوها كسائح، زي الجو او البحر او السفاري او الرحلات اللي عملوها. يعني احنا برضو اخذنا الفنانين دولت وريناهم معالم سياحيه موجوده في مرسى علم ما كانتش ظاهره، وده دورنا كعاملين بالقطاع السياحي او كمستثمرين، ازاي نظهر كل حاجه حلوه في بلدنا كقطاع سياحي، نقدر بعد كده نجني منه. فكل فنان رسم لوحه النهارده هو تعبر عن مصر او حاجه في مصر، حاجه فرعونيه، رسم البحر، رسم الغطس، رسم ده، هو يعبر عن اعجابه. لو انا مش معجب بيها لا يمكن اعبر عنها، هو عبر عنها. الفنانين المصريين ممكن رسموا حاجه تانية، بس انا شايف دكتور عمر من الدكاتره اللي يعتبر براند لمصر
نفتخر بيه هو وباقي الفنانين المصريين طبعا، مثلا الراجل النوبي وزوجته. ممكن المصريين حبوا يعملوا حاجه مختلفه، ان هم كل يوم بيرسموا حاجه تعبر عن مصر، نظرا ان هم مصريين طبعا وهويتهم مصريه. الأقصر شافوا تلت آثار العالم. تعالى النهارده نتكلم على معبد حتشبسوت، هو تحفة فنية معمارية أثرية، فيها قول فيها كل ما اللي أنت عايز تقول، من ألوان مرسومة على جدران الحوائط، من حاجات كتيرة جدا. عرفوا إن الأقصر فيها تلت آثار العالم. النهارده بره في أي دولة في دول العالم، الكلام ده احنا بنشوفه لما بيكون في حاجه عمرها 100 سنه ولا 120 سنه، بيصرفوا عليها مليارات عشان يحافظوا عليها. احنا ربنا كرمنا بكنوز، وفعلا احنا شعب طيب. عشان كده ربنا كرمه بكل المقومات السياحيه اللي موجوده عندنا. الناس ما بقتش عارفه تبص على ايه، حتشبسوت ولا معبد الاقصر ولا الكرنك ولا وادي الملوك ولا وادي الملكات. يعني خيرات ربنا كتير، واجدادنا سابوا لنا ميراث عظيم نحافظ عليه كلنا، وناخدهم نموذج لينا، ونبني زي ما هم بنوا. هتشوف في الختام مفاجآت ان شاء الله جميله، اتمنى ان هي تعجبك وتبهرك. بس هي مفاجاه ما ينفعش نقعد نتكلم عنها عشان مش هتبقى مفاجاه، بس لازم في الاخر يبقى ختامها مسك. لازم نعمل حاجه حلوه، لا مش طليق بينا احنا، او طليق بالفندق بتاعنا، او طليق بمصر، يعني حاجه طليق في حدود امكانيات. ان شاء الله هنعمل حاجه جميله، اوعدكم كده هتنبسطوا منها كلكم، والفنانين هينبسطوا، وباقي الضيوف كلهم ان شاء الله ينبسطوا. دور هيئه تنشيط السياحه هو دور ملموس، وبتحاول تجتهد، وطبعا عارفين ان عندها تحديات، وجودها واطمئنانها علينا، وسواء في مندوب موجود، انا ما اعرفش مندوب ولا، وعارفين طبعا عندهم مهمات كتيره ومهمات مهمه، فكله بيتحرك في حتته، بس اي دعم بنطلبه بنلاقيه. وزاره الثقافه متابعه من اول يوم اخبار الفنانين وتحركاتهم وترتيب رحله في الاقصر. فكل الجهات وكل المؤسسات لم تدخر اي مجهود. لما بنطلب اي مجهود منهم ما بيتدخلوش، دي حقيقه فعلا، يعني لازم اقولها. وانا مالي بالاحزان، انا مالي طب وانا مالي بالاحزان، انا مالي عايشه في احلى ليالي ويا حبيبي الغالي. مالي وانا مالي بالاحزان، انا مالي طب وانا مالي بالاحزان، انا مالي عايشه في احلى ليالي ويا حبيبي الغالي. بحبك عيوني، بحبك ما
زي ما قلت الفن التشكيلي خطوه مهمه جدا ولازم يتم استغلاله بشكل مظبوط، لان الحقيقه حصل انه على مستوى مصر على الاقل حصل في الاقصر واسوان ومسابقات للفن التشكيلي، وزي ما شفنا كده بعض الفنادق او في فندق تحديدا موجود في الاقصر قايم على الفكره دي، قايم على فكره ان الفنانين بتوعنا الكبار جدا، وبيتم استضافه عدد من الفنانين كمان في الفندق ده من العالم بره، ناس مشهوره جدا رسموا على جدران الاوتيل، واللوحات دي هتفضل موجوده طول عمره، والحقيقه بيتم صيانتها بشكل دوري لان الاوتيل نفسه قديم يعني بقاله كتير، وهو حاجه عامله زي البوتيك اوتيل، فالفكره نفسها فكره كانت رائعه، ولغايه دلوقتي بيحصل مسابقات وبيجي فنانين تشكيليين وبيرسموا فعلا على رسومات خاصه بيهم خاصه بالمكان وبيرسموا مكان. ده بتكلم على اسوان. كمان مرسى علم حصل فيها نفس الحكايه، نفس الفكره، جه فنانين كمان وبالذات فنانين تشكيليين العرب من كل مكان، واحنا بنتكلم على السياحه العربيه لازم كمان نكون مهتمين قوي بالفنانين التشكيليين العرب، لان فيهم مبدعين على مستوى العالم وبيدخلوا ينافسوا في مسابقات عالميه كبرى وليهم معارض في كل حته. فهنتكلم النهارده عنهم او هنركز شويه معاهم لانه كان ليهم دور فعال في الفتره اللي جم فيها حضروا المسابقه دي في مرسى علم، وكان ليهم كمان اعمال ناجحه جدا. فتعالوا نشوف الفنانين العرب التشكيليين عملوا ايه في مرسى علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر شعاب، فنانة من السعودية، من فنانات المدينة المنورة، صاحبة جاليري في جدة. اليوم أنا مشاركة مع أوستراكا في مرسى علم مع 50 فنان وفنانة من 22 دولة. عملنا جدارية حنشارك فيها وكنا نتكلم فيها عن البحر والأشياء البحرية بطريقة فنية معاصرة. إحساسي في العمل في وسط الفنانين بيعطينا معلومات جديدة وخبرة جديدة، بنشوف أساليب مختلفة بتساعدنا إن احنا نضيف أعمالنا. يعني أنا مثلا في العمل هذا في من الفنانين كثير ساعدوني، أعطوني رأي، في ناس حطت يدها معايا، استفدت كثير من الخبرة حقت الفنانين الكبار. ده شيء بينضجنا احنا كفنانين. فغير الاجواء كامله جدا رائعه، والفنان دائما يحتاج انه يكون في بيئه فنيه، مشاركات فنيه بتساعده كثير، تخلينا بدل ما ننجز العمل في فتره طويله بننجزها في ساعه ساعتين، يوم، ابسط بكثير من انه يكون قاعد لوحده. كمان بالنسبه لمصر، هذه ثاني مره اشارك في سيمبوزيوم ارت. مرة كان في الغردقة مع أوستراكا برضو، وهذه المرة في مرسى علم. دائما اختلاف الثقافات بتعطينا خبرة، اختلاف الأعمال من فنان لفنان بتعطينا خبرة، وجدا جميل أنك بتلاقي ناس لغة مختلفة لكن ما بنتكلم إلا بلغة الفن فقط. بالنسبة للمهرجانات الفنية لتنشيط السياحة جدا مهم لأي مكان يكون، بيساعد في أنه بيعطي جو صحي جدا للناس المتواجدين وللفنانين. الفنان يحب دائما انه الناس بتشوف فنه وبتعطي رايها وبينبسط بهذه الشغله، والناس من برا بينبسطوا كثير لما بيشوفوا فن لايف. بتعطي حاجه كبيره جدا للمكان وبتشغل المكان بطريقه يعني احترافيه ترفيهيه ثقافيه صحيه جدا. دائما الفن هو صديق السياحه، دائما الفن هو صديق الثقافه. فما في فنان حقيقي اللي هو مثقف، ما في فنان حقيقي اللي هو إنسان بيجول ويتحرك كثير، إنسان رحال حر.
هو كده الفن. فزياراتنا للسيمبوزيومات أنا أوصي فيها كتير، وجدا غنية، بتغني الشخص. اسمي حسام زكي، مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة اسكندرية، قسم النحت. بشارك في النهارده في مهرجان يوم السياحة العالمي في مرسى علم، تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الثقافة، وتجربة مختلفة جديدة في مرسى علم لأول مرة. والنهارده عامل عملين، خامة الأكريليك. أنا في الأساس تخصصي نحت، بس بحب أرسم الشخصيات اللي أنا أوريدي بنفذها على المنحوتات بتاعتي، فعامل الكاركتر اللي أنا بحب أنحته وبعمله بدخله في مود جديد أو في كاركتر جديد زي البومة. النهارده عاملها في شكل الساحر اللي لابس لبس مبهج بألوان مفرحة، وعامل سمكة من وحي الخيال كده لقاع البحر عشان هتتنفس في جدارية كبيرة هنا في مرسى علم. هيشارك فيها جميع الفنانين اللي مشاركين معانا في الحدث. والله هي دايما التجمعات الفنية اللي بتبقى فيها جنسيات مختلفة بتبقى مثمرة جدا في حتة ان تبادل الفكر، تبادل الثقافات، وبنتعرف على ناس بفكر مختلف، بنشوف الفن بتاعهم بيشوفوا الفن بتاعنا، ويبتدي يحصل تبادل ثقافي وحضاري وفني وكل حاجة في نفس المكان. فبصراحة دايما الفعاليات دي بتكون مفيدة لينا كفنانين مصريين، بتضيف لينا وبنستفيد بيها طول الوقت. ونتمنى انها تتكرر بشكل مستمر يعني. اشتركت كذا مرة في مهرجانات في شرم الشيخ، والأول مرة هنا في مرسى علم، وشاركت في مهرجان في إيطاليا في روما. وبس يعني هي المهرجانات والحاجات دي بالنسبة لنا فنانين شيء مهم جدا، بتفيدنا بشكل كبير في حياتنا الفنية يعني. تبادل الخبرات مهم جدا، ما تقعد مع فنان أجنبي، فنان عربي أردني سعودي، هو جاي بثقافة وفكر مختلف وجاي بتكنيكس في الشغل مختلفة. مجرد لما نتفرج على بعض واحنا شغالين بنبتدي نشوف حاجات جديدة، أدوات جديدة، فكر جديد، طريقة تفكير. فطبعا الموضوع فيه تبادل خبرات مفيد جدا لينا كلنا. الفن دايما ليه أثر مفيد جدا في المجتمع، بحيث ان هو بيلم الناس كتير، بتلاقي كل الناس حابة تتفرج احنا بنعمل ايه. بياخد بروباجندا بشكل عالمي من الميديا او من السوشيال ميديا، فكل الحاجات دي بتضيف للسياحة عندنا. والفن التشكيلي ما يقلش حاجة عن أي نوع تاني من الفنون، بالعكس فهو حاجة راقية جدا وبتدعم الثقافة وبتدعم السياحة بشكل كبير.